ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. كل لعيبه الكوره وكل نفسنا نلعب كوره ان شاء الله نشوفكم في اكبر واحسن الانديه. معاك كابتن اسلام مصطفى، فيديو جديد النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اختبارات مهمه جدا وهي اختبارات كابيتانو مصر. ناس كتير قوي بعد نجاح الموسم الاول في كابيتانو مصر عايزين يروحوا الموسم الثاني. هنتكلم عن كل التفاصيل ولازم تبقى مواليد كام وازاي تروح والاماكن اللي هيتعمل فيها الاختبارات اللي هي هتعدي على كل المحافظات. هنتكلم عن كل حاجه تخص اختبارات كابيتانو مصر وازاي تقدم وازاي تختبر في كابيتانو مصر وتنضم لكابيتانو مصر. هنتكلم عن كل التفاصيل دي، بس قبل ما نبتدي الفيديو لو انت اول مره تتفرج عليا ولسه مش في القناه دلوقتي حالا اعمل اشتراك للقناه، لو مشترك بالفعل ما تنساش تدينا لايك كده اللي بيدينا طاقه وحافز عشان نصور لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه. ما تنساش تعمل لي فولو على الانستجرام. ومن غير رغي كتير يلا بينا نبتدي الفيديو، يلا بينا. طبعا ما فيش شك ان كابيتانو مصر دلوقتي انا بشوفها من اهم الفرص للعيب اللي في السن اللي بيتعمل فيه كابيتانو مصر. فرصه كويسه جدا، فرصه مهمه جدا، فرصه ما فيهاش وسايط. انت دلوقتي بتروح بتتسوق ببلاش ومعسكر غذائي ومعسكر تدريبي انا شايفه مفيد جدا لاي لاعب ما بيلعبش في نادي في الفتره دي. طبعا ناس كتير مستنيه الاختبارات من مميزاتها ان هي بتلف محافظات كتير جدا وبتلف اماكن كتير جدا، فانت تقدر تروحها في اقرب مكان ليك، مش لازم تبقى في محافظتك لان الاماكن اللي انا هقولها دي هي بس اللي هتعمل فيها اختبارات. انت اقرب مكان ليك اختاره واعرف الميعاد وروح ان شاء الله ربنا يكرمك. كابتن مصر السنه دي معموله لمواليد 2009، السنه اللي فاتت كانت 2008، السنه دي 2009. هو دايما بيهتموا بالسن ده لان السن ده واعي ويقدر ان هو يتكلم ويقدر ان هو يظهر في السوشيال ميديا ويقدر ان هو ينفذ التعليمات اللي هو بيقول عليها. فمن الاختبارات الكويسه جدا هنتكلم دلوقتي عن المحافظات. بس قبل ما نعرف المكان، الشروط عشان تقدم في كابتن مصر لازم اولا تكون مواليد 2009، لازم ما تكونش مسجل في اي نادي، يعني مش معكش كارنيه اتحاد كوره او ما بتلعبش في نادي متأيد فيه. تالت حاجه لازم تروح الاختبارات بزي رياضي، لان في ناس بتروح ببنطلون شروال وحاجات كده ما ينفعش ان انت تختبر بيها او ما ينفعش ان انت تبقى لعيب كوره تروح بيها. فلازم يبقى زي رياضي، تيشيرت وشورت وشوز رياضي، وان شاء الله ربنا يكرمك. وبالنسبه للاماكن اللي هتعمل فيها اختبارات هقولها بالترتيب كده بالنسبه للمواعيد، وانت شوف محافظتك فين او شوف المكان اللي اقرب ليك وروح باذن الله. اول مكان هيتعمل فيه الاختبارات هي محافظه سوهاج في مركز شباب مدينه سوهاج. محافظه سوهاج في مركز شباب مدينه سوهاج هتبقى يوم 12 و13 6، يوم 12 و13 6. تاني مكان واهل الصعيد عشان الناس اللي بعيد جدا والناس اللي عندها مواهب ومش عارفه تيجي القاهره، هيبقى تاني مكان في محافظه اسوان. محافظه اسوان هتبقى في ملاعب جامعه اسوان، ملاعب جامعه اسوان يوم 15 و16 6. تالت مكان محافظه المنيا وهيبقى يوم 19 و20 6 في النادي الرياضي بالمنيا الجديده، النادي الرياضي بالمنيا الجديده. رابع محافظه وهي محافظه بورسعيد يوم 24 و 25 هتبقى في المدينه الرياضيه، هتبقى في المدينه الرياضيه. طبعا بورسعيد ممكن لو انت من اسماعيليه تروح، لو انت من السويس تروح، كل الاماكن القريبه من بورسعيد تروح. المحافظه الخامسه وهي محافظه البحيره تبقى يوم 30 31 6 في مركز شباب الحريه بدمنهور. المحافظه السادسه وهي محافظه المنوفيه تبقى يوم 5 ويوم 6 8، يوم 5 ويوم 6 8 هنريح شهر وهيبتدي تاني من يوم 5 ويوم 6 8 هتبقى في نادي جمهوريه شبين الكوم، نادي جمهوريه شبين الكوم. المحافظه بعد كده هي محافظه الغربيه وهتبقى في نادي بلديه المحله، هتبقى يوم 9 ويوم 10 8، يوم 9 ويوم 10 8 تروح اي يوم في اليومين اللي انا قلتهم دول. المحافظة اللي بعد كده وهي محافظة القاهرة وهتبقى آخر محافظة وهي هتبقى يوم 13 و14 8 في مركز شباب الجزيرة، 13 و14 8 في مركز شباب الجزيرة. كده نكون خلصنا كل الأماكن. شوف أقرب مكان ليك وروح اتمرن من هنا لحد ميعادك، لازم تتمرن، فرصة كويسة إن شاء الله تقدر تستفاد منها ويقدر ربنا يكرمك ونشوفك إن شاء الله في التلفزيون الموسم الجديد بإذن الله. كده خلصنا فيديو النهارده. لو محتاج اي حاجه اكتب لي في الكومنتات تحت او اعمل لي فولو على انستجرام وكلمني ان شاء الله ارد عليك على طول. يا رب تكون استفدت. كان معاك كابتن اسلام مصطفى من قناه يوميات لعب كوره. نشوفكم على خير وفيديو جديد والسلام عليكم.